بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه اللحظات أيها الحفل الكريم يسرنا الالتقاء بالشيخ ماجد بن مصبح المعمري مالك أو من عزبة الريف. أيضا في هذا الاحتفال الكبير نهنيه على هذا الإنجاز المميز وحصول الريف على المركز الأول وسيارة هذا الشوط. بداية الشيخ ماجد ألف مبروك، كيف تابعت هذا الشوط؟ أول شيء الله يبارك فيك يا طويل العمر. والله الشوط كان قوي بين هي الريف وبين الشبلة وكلها نبوش طيبات، ونحب نومس الراعي الشبلة ناموس واحد. أكيد. أيضا حدث الجمهور عن إنجازات الريف وعن مشاركاتها السابقة وعن أيضا سلالتها. والله الريف تنحدر من شاهين مهدة ولم بنت مياس، والريف اليوم في رصيدة السيارة الثامنة هذه ما شاء الله. أي نعم. إذن الريف تضيف إنجاز آخر، السيارة الثامنة في رصيدها، وألف ألف مبروك للشيخ عبد الله بن علي بن ماجد المعمري. أيضا كيف تابعت مزاينة الاتحاد العماني لسباقات الهجن، خصوصا نحن في اليوم الأول من هذه المزاينة، وماذا تحب أن تقول عن هذه المزاينة؟ أول شيء حاب نشكر الاتحاد العماني وعلى رأسهم رئيس الاتحاد الشيخ سويد الغفيلي وكل القائمين على المهرجان طيب، ولهم بياض الوجه ما شاء الله عليهم، كل سنة في تطور. أكيد. ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في المواسم المقدمة إن شاء الله. هذا الناموس لمن تهديه؟ والله هذه الناموس لجمهور الريف ولمالك عزبة الريف الشيخ علي بن ماجد بن مصبح المعمري، وللوالد مصبح بن علي المعمري والشباب القائمين على عزبة الريف. شكرا جزيلا اخوي ماجد وبيض الله وجهك على هذا الحضور المشرف، وان شاء الله نلتقيك في احتفالات لاحقه ان شاء الله. وكبيض مشكور على التغطيه الطيبه ما قصرت.